رمضان للمحتاجين. الجمعية وحرصا منها على إدخال الفرحة في قلوب الأطفال اليتامى. ونحن على أبواب عيد الفطر شهدت العملية كذلك توزيع ملابس العيد. تقرير بلال بن لفقي. كغيرها من ولايات الوطن، أشرفت جمعية كافل اليتيم بولاية وهران على مجموعة من النشاطات الاجتماعية خلال الشهر الفضيل، أهمها توزيع قفة رمضان لصالح العائلات الفقيرة والمحرومة. رانا نقسموا في بدلة العيد والقفة الثانية لكل الأرامل المسجلين لدى الجمعية اللي عددهم 1700 أسرة، يعني الأيتام 2500 بدلة عيد اللي نمدوها للأرامل. اليوم لكم تشوفوا هنا هذه ما هو إلا مدينة وهران ببعض الأحياء الجوارية. هذه المبادرة لقت استحسانا من طرف المواطنين المعوزين، كما أثنوا على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها مثل هذه الجمعيات الناشطة في العمل الخيري، والتي تبادر كل مرة بمساعدتهم، خاصة خلال المناسبات كشهر رمضان وأيام العيد. كافل اليتيم راه واقف معنا بجدية، عم الله يسمح فينا، عم الله يسمح في الصغار. الجمعية كافل اليتيم وعطاونا صوالح تيسقش العيد وشباب، عجبني بزاف. الجمعية واقفة معنا والحمد لله. أنا عندي 8 تاع الدراري من غير هذه جمعية كافل اليتيم، هما اللي راهم معامليني كل شيء. عندي بنياتي يقراو، هما كنت بنحبسهم من القرايه. بالرغم من الإمكانيات المتواضعة للجمعية، إلا أن هذا لم يمنحها من الاستمرار في مساعدة هذه الفئة، علما أن هذه العملية متواصلة حيث ستشهد توزيع ملابس العيد للأطفال اليتامى.